اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من ساده سوكيتو. زعلان وانا بقول كده، بس يعني مش مشكله. هي الاسم المفروض الحلقه دي هتنزل يوم الثلاث، تمام؟ دي هتبقى حلقات يوم الثلاث، هتبقى برايمرلي للانمي بس مش اكتر. انمي الثلاث بالظبط، انمي الثلاث، تمام. انمي الثلاث يعني اكتر حاجه انمي الثلاث. المهم ايوه زي بشاميل الخميس كده كمل. فحلقات ساده سكيتو دي او سوكيتو، تمام، هتبقى هو ساده سكيتو، ده اسم الشانل اصلا. كده الحلقات اللي بتنزل عليها كان اسمها، يعني البيج بتاعتها اسمها ساده سكيتو، تمام. however سوكيتو دي يعني جابانيز ترمينولوجي ل يعني حب او لاف. انا بحاول اشرح انت في ايه. حاسس في محاضره دلوقتي، انا بسجل محاضره اونلاين لسه هدخله في الموضوع. فعل زر الجرس جال الزرق زر الجرس عادي يعني طبيعي يعني. المهم بيزيكلي الحلقات كلها تبقى عن الانمي فقط لا غير. ما تكلمش انجلش عشان في ناس جاهله معانا. مش هتكلم انجليزي. طبيعه هذه الانمي سوف يكون عن الانمي فقط لا غير. المهم يعني مش هتعتبر نفسك بتتفرج على سبيس تون عادي، يعني احنا هنتكلم عن حاجات كتير جدا. مش هيبقى كله شونن، هيبقى سينن، وهيبقى حاجات كتير نتكلم عن كل حاجه. انت هتتكلم عن الايسيكاي كده عشان بتحب الايسيكاي ماكس. الايسيكاي هنتكلم عن الايسيكاي ونتكلم. انت عايزنا نعرف الكاتيجوريز يعني؟ انا عرفتها خلاص. انت عارفها، في ناس مش عارفاها. لا الناس شافت اول حلقه يعني. لو اول حلقه كانت لذيذه هيبقى في مور ان ديبث اكتر عن الموضوع ده. فهو ما فيش غير انا واسلام بس اللي في الشانل دي بنتفرج على انمي، الباقي كله بهايم. فيعني نو اوفنس، يعني عبده كده بيتفرج على حاجات اللي هي بتاعت الاطفال. وعبده اتفرج على 2 انميز، وان بانش مان وديمون سلاير. بس هو بيتفرج على الشونن خلاص، مش مشكله، هنجيله في حلقه تبقى مخصوصه للشونن عشان الشباب المستقبل اللي بتتفرج علينا. تمام. المهم فاسم الساده سكيتو زي ما انا قلت كده ان هو سوكيتو ده معناها لاف بالجابانيز، بس احنا حاولنا ان احنا نمزج الاسم بتاع الشانل مع الاسم بتاع البودكاست، او مش بودكاست، هيبقى بودكاست او فيديو معناها حب صافي، يعني حب صافي يعني. لا هيبقوا مهتمين، ممكن نخش في الموضوع. لا هتبقى مهتمين يعني. ممكن يسالك الاسم جه منين، مش انت البودكاست اللي كنا عاملينه زمان، او اللي كنا عاملينه يعني نو اوفنس، شاي بالمانجا، تمام، كان معمول والناس سالت الاسم كان اسمه شاي بالمانجا ليه؟ ده مش شاي بالمانجا 2، ده ملوش اي علاقه بشاي. احنا مش هنذكر اي حاجه، احنا هنعمل قطص الحته دي. المهم عادي ممكن ما تعملهاش قط، مش مشكله. المهم يعني فالنهارده اول حلقه هتبقى مني عن انترودكشن عن الانمي، او للناس. هي هتبقى اكتر للناس اللي مش فاميليير للانمي، تمام. بدايه كل واحد بدا يتفرج على الانمي ازاي، انترودكشن عن الانمي ان جنرال، تمام. وبعد كده مع بروجرس الحلقات هيبقى في ريكومنديشن، هيبقى في probably انمي اوف ذا ويك. في كل اخر حلقه هنتكلم عن لسه اتفرجت على كايجو نمبر 8 الحلقتين نزلوا جداد ولا لسه؟ اتفرجت على اخر اللي قبل الاخيره، بس ما اتفرجتش على اللي نزلت. في واحده نزلت، في 2 نزلوا جداد حلقتين. انا اتفرجت على، مش عايز احرق، بس انا فاكر الحلقه اللي اخر حلقه خالص اللي في السيزون اللي فات في حلقتين. ماشي، بدايه التريننج الارك اللي هيبدا في سيزون 2. انا اتفرجت على سيزون 2 لحد اخر حلقات بتنزل. ما هي لا انا اتفرج على اخر حلقتين نزلوا بره عنه. المهم يعني اللي بره عنه ممكن احرق كل حاجه على المانجا اصلا. لا ما تحرقش كل حاجه، هو عشان الانمي حلو بصراحه. فهنتكلم عن الحاجات اللي بتنزل ويكلي، هنتكلم عن كذا حاجه. فغالبا ده هيبقى مين الشانل بيتكلم عن الانمي. طيب نخش في الموضوع بريفلي عن الانمي كده. بدات تتفرج على الانمي امتى؟ ده اول حاجه. هقول لك يعني بره عن سبيس تون، عشان سبيس تون كلنا اتفرجنا عليه. حتى ما بص، ما انا بدايتي بالانمي كانت فعلا عن طريق سبيس تون. وانا كمان لما كان هانتر كان لسه اسمه القناص بالظبط، وفاهم قد لمعت عينيه والحاجات الحلوه دي. كان جامد فشخ بصراحه. ما كنتش لسه اعرف يعني كلمه فشخ اصلا، فاتفرجت عليه ساعتها. فاميلي فريند. انا زمان لما كنت بتفرج عليه بصراحه، قبل ما اتفرج على حاجه ياباني اصلا كنت بتفرج عليه عربيه فصحى. طبعا كنت بقعد بقى في الاوضه اجيب خشب واقعد اعمل كده واحاول اجمع فاهم الاوره بتاعتي واحاول اكسر بيها الخشب والحاجات الغريبه دي برضو جبتها بتاعت الننتس. فانا كانت بدايتي كانت في الشونين. هتتفرج على سبيس تون يا شباب من اللي قاعدين؟ بصوا يعني احنا المفروض احنا مواليد 90. المفاجاه بقى ان يعني في ناس اصلا ممكن تكون كانت بتتفرج على سبيس تون وهي صغيره مش عارفين ان سبيس تون ده انمي اصلا. ايوه فاكرينه كرتون كانت بتقال كلمه كرتون. على فكره واهالينا لو سالتهم هتلاقي كل اهالينا عارفين مازنجر. مازنجر انمي. انا واخي وانا
لسه كنت هاجي فيها الفرق ما بين الانمي والكرتون ايه. انا واخي انت كنت بتتفرج على زمرده ده بتاع زمرده ده خليك بعدين انا بقول لك ده شونن فاهم زمرده. عايز اقول لك ان انا كان عندي اصلا فولدر كامل انا حاطط فيه الانترودكشنز بتاعت الانمي ده وانت كبير ولا انت صغير؟ مؤخرا بصراحه مش هكدب عليك عندي نفس الفولدر يعني مؤخرا عندي نفس الفولدر زمان كنت بحب اسمع اغاني الانمي اللي هي العربي الفصحى لحد ما بقيت اكتشفت الياباني والكلام ده كله فبدات ان انا اسمعها جابانيز فيرجن وبقى عملت بقى فولدر كامل في كل الانميز اتفرجت عليها بكل الانترودكشنز مثلا فيري تيل مثلا 20 انترودكشن فيري تيل ارزع ال 20 كلهم في فولدر واقعد اسمعهم لما احب اكيف فاهمني. ما الفكره كلها بقى انك انت لو بصيت على الاغاني اصلا اللي كانت بالعربي دي هتلاقي نفس اللحن الياباني جايبينه بس مغيرينه حتى بيحاولوا ان هم يمشوا على نفس الريتم والتيمبو بتاع الكلام ده مش ليك انت طبعا انت بره عنك. المهم يعني اسمه ايه طارق ايه كان اسمه طارق ايه صحيح؟ طارق العربي صح. طارق العربي المهم يعني فخليك انت قاعد في حلقاتك بره عنك. فانا دي كانت بدايتي دي كانت بدايتي كنت في ابتدائي تقريبا. ميشو سأل سؤال حلو فشخ اللي هو بيقول لك ايه الفرق ما بين الانمي وبين الكرتون. هو الانمي مينلي مصطلح ياباني تمام. فلو هنتكلم عن الانمي هو يعتبر الانيميشن عموما او الانيميشن زي ما انت شايف كلنا اتفرج على ديزني اتفرج على حاجات اللي هي بيوتي اند ذا بيست وشريك مش انيميشن ممكن اي حكوكو مولان كوكو كلام افاتار حاجات نيكولوديون كلها حاجات ربنا عليها كلنا الكلام ده كله تمام. الحاجات دي كلها كانت يعتبر انيميشن بس الانيميشن كان جاي من بره عموما يعني هو بنتكلم بقى عن الويسترن انيميشن حاجه زي حاجات كانت بتنزل على ديزني نيكولوديون كارتون نتورك الكلام ده كله ميكي ماوس تمام. الحاجات دي كلها يعتبر كانت انيميشن تمام. بس احنا نيجي بقى الانمي هو الانيميشن بس الجابانيز انيميشن جابانيميشن او انمي تمام. مصطلح الانمي فيه دايفرستي اكتر عشان الانيميشن عموما لما طلع كان مينلي ناحيه الاطفال فعشان كده دايما لما يجي يقول لك لما يشوفوا مؤخرا الموضوع بقى الانمي بقى فيه كوميونتي وبقى في جانرز كتير فاهمني جانرز كتير ايفنتس بتتعمل في مصر وبتتعمل بره مصر. الانمي كوميونتي عموما كبرت بس زمان لو حد كان بيتفرج على الانمي من زمان بقى من ايام ما كان 2010 2011 2012 اي حد هيشوفه ايه الكرتون القرف اللي انت بتتفرج عليه ده حاجات ايوه اصلا انت بتتفرج على سبيستون مثلا تلاقي كونان المعلم موري مثلا لا سيبك بيحطوا له بدل النبيذ ده حطوا له عصير بس هي الفكره مش في كده. الفكره لا انا كمان بتكلم عن حاجات بعدين احنا بنتكلم على سبيستون ده زمان لما كنا اطفال. اوكي الناس اللي كانت بتتفرج على انمي بدري شويه اللي هو مثلا بنتكلم في سننا احنا ابتدائي اعدادي قبل ما يكون سبيستون لما كان بيتفرج بقى على الجابانيز فيرجن اوكي كله كان حاطط في دماغه صوره ان الانمي ده هوت لما بيبص عليه بيقول ايه ده مش ده زي الكرتون اللي كان بينزل على سبيس تون. فهو مقتنع ان هو انيميشن حاجه للاطفال بس هي حاجه مش للاطفال. الجانرز مختلفه في حاجات اصلا ما ينفعش الاطفال تتفرج عليها تمام. المهم يعني ده حاجات ما ينفعش تتفرج عليها بصراحه. فلو هنتكلم عن الجانرز عموما خلاص سيبوا بقى الاي دي اتش دي بتاعك ما يشتغلش. المهم اتفرج على زمرده وايه تاني بس وايه تاني وانا واي حد اي حد من العيله يعني ريمي كان كئيب فشخ بس ريمي تقريبا كان قصته ويسترن انا فاكر انها حاجه زي كده. كان اسمه بقعة الكبريت. لا بقعة الكبريت دي كانت ستاند الون اغنيه معموله لوحدها. ايوه انا عارف هم كانوا عاملينها يعني على ريمي اصلا وكان في برضو عهد الاصدقاء ده تقريبا كان اوليفر تويست حاجه زي اوليفر تويست تقريبا صح دي حقيقه. في كذا قصه هتلاقيها برضو واخدينها حاطينها عاملينها كانمي ما علينا يعني. المهم بس انا هقول لك حاجه بصراحه انا في ناس كتير شايفه ان الانمي ممكن يكون بالنسبه للناس هو حاجه عبيطه انت بتتفرج على انيميشن وناس عماله الحاجات يا جماعه الحاجات دي بجد انا مثلا بقيت انترستد فشخ ان انا اتعلم الجابانيز عادي جدا. غير كده انا في حاجات كتير اتعلمتها في حاجات اصلا بعيدا بقى عن الحاجات البروتال شويه او الحاجات الار كلاس والكلام ده كله في حاجات اتفرجت عليها بجد هي بنت لي حاجات في شخصيتي دي حقيقه خلتني احسن بجد وعلى فكره اتعلمت منها كلنا من الكور نازلين اللي هو لا الشخص ده انت شفت الاغنيه بتاعت المقاتل النبيل مثلا. انا بس اقول كلمه صغيره بس تحيه لاي حد اتفرج على سبيستون كده قناه شباب المستقبل كده يا ريت تعمل لنا سبونسر يعني ابقى مبسوط يا ريت يعني. المهم قفلوها اصلا تقريبا لا ما اتقفلتش رجعت تاني بس بقت تعمل حاجه لا ليه
واحده ساده يا ابني سكيتو، سكيتو دي معناها بحبك، فاهم؟ واحده ساده حب، سكيتو، فاهم؟ واحده ما هو ساده لا، سكيتو ما أنا بليز. قلتها في اول اغنيه، معلش خلاص بقى واحدة. قلتها في اخر حلقه بقى. ان ماشي. شاء الله هوريك. المهم يعني دايما كان بيحاول ان هو يزرع فيك القيم بتاعت انك حصل. انت ازاي تبقى بني ادم كويس. مع ان المجتمع الياباني مجتمع الزباله، بس هو زرع فينا قيم هو حلوه. مجتمع متحفظ شويه يعني. حصل. لو هنتكلم ان هو عندهم عادات وتقاليد تحفظيه شويه، اقرب لينا احنا يعني كناس من الشرق، فاهمني؟ هم على عكس الغرب، هو مقفولين شويه، مش منفتح قوي زي الغرب. وحتى الكالتشر بتاعتهم ما بيلبسوش مثلا حاجات يعني مش عايز اخش في يعني مش لو سافرت ان شاء الله بقول لكم فيها. المهم يعني، فلو هنكمل اكتر في الانمي، انت مثلا قلت سبيس تون، كلنا هنا سبيس تون، بدانا بسبيس تون، وانا شايف انها معظم الحاجات اللي اصلا موجوده في سبيس تون في حاجات منها لسه مكمله لحد النهارده. كونان لسه مكمل لحد النهارده، وان بيس لسه مكمل لحد النهارده. اي نعم وان بيس كان بينزل على سبيس باور بس مش مشكله. ناروتو مكمل لحد النهارده. في تعرف ديجيمون. ان بوكو نو هيرو اكاديمي بقت تنزل على سبيس تون. سبيس تون على فكره ام بي سي اكشن بدات تنزل كمان. حصل. نزل بليتش، نزل ديث نوت. يعني تعالى بقى نتكلم في بدايه الانمي من بعد سبيس تون. اوكي. بدايتها كانت ديث نوت بصراحه معايا انا اه انا اكتشفت ان القناص ده كان نسخه دي تكملة. 1999. صح. مره واحده اكتشفت ان ده في نسخه جديده وجابانيز اصلا، وحلوة. والقديم في جابانيز برضو، فانا مم. محتاج ان انا اتفرج على حاجه زي كده. انا عملت كده برضه. انا خصوصا كنت فاكره فعلا سبيستون اللي عاملاه اصلا دي حاجه عربي يعني. وانا كنت فاكر كده برضه في الاول، بس هي الفكره حتى لما جيت اتفرج على الجابانيز فيرجن بتاع هانتر 2011 بصراحه ما كنتش قادر اتعود على اللغه وما رضيتش اتفرج عليه. بحاول ادور على العربي. كنت مبسوط شويه بصراحه، مش هكدب عليك يعني. انا بعدين حسيت بقى انبسطت. بس كنت بصراحه مش هكدب، كنت بستخبى في اوضتي. ماشي. يعني انا كنت بخش اقفل الباب على نفسي واستخبى واوطي الصوت قوي عشان الصوت الغريبه اللي بتطلع، فاهم يعني؟ لحد ما جه بصراحه اقل حاجه فيها اصوات خفيفه، الحاجات الشون. مش قصدي، انا قصدي صوت الجابانيز نفسه. انا ابويا يشوف اصلا في صوت لغه ما غريبه هي طالعه من المشكله انك انت الاوضه. هيجي لك كلام يا اما انت طفل يا اما انت بتتفرج على حاجات مخيفه بالظبط. للادب، لحد ما بدا الناس اصلا تنتقدني، اللي هو انت ايه اللي انت بتتفرج عليه ده، ايه القرف ده؟ وبعدين اقول لهم لا خلاص يا جماعه انا عاجبني، انتوا مال ابوكم. هي دي الفكره. ولحد ما جه بصراحه انا ليا خال هو اللي شجعني على الموضوع. خالي بيتفرج على ون بيس لحد دلوقتي بجد والله؟ خالي اكبر خالك مني. جامد. شوت اوت لخالك. خالي عنده 3 عيال او 4 عيال، مش فاكر كان عنده 3 ولا 4 عيال. لا مش خالي صفت، خالي حقيقي. بيتفرج على ون بيس لحد دلوقتي. ما هو تقريبا اتولد لقى ون بيس بيشغال فهو مكمل معاه لحد دلوقتي. 3 و4. هو مسافر السعوديه فانا مش فاكر. مش مشكله بقى يا عم، خلاص خاله لازم. ون بيس حلو، لازم تتفرج عليه برضه، ده ريكومنديشن لكل الناس. بس طبعا مش ده هيبقى انمي، مستحيل يبقى انمي اوف ذا ويك. ومش عبد انت لو اتفرجت على اي حاجه اكتر من 12 حلقه انت ممكن تموت نفسك. ون بيس ده مليار حلقه بس مش مشكله، خلصته في شهر فمش فارق. المهم فكنت بقول بس، فمعظم الوقت انا بالنسبه لي انت بدات صح. انا بدات برضه بهانتر بس ما قدرتش اكمله. بس اللي دخلني بقى في الانمي اكتر كانت ديث نوت. ولاحظ برضه ان كل الناس اللي بدات تتفرج على الانمي بداوا يتفرجوا بديث نوت، وعشان كده هو ده اللي هيبقى انمي، يعني اللي هو انمي اوف ذا ويك او الريكومنديشن بتاعنا. وهيبقى فيه يعني في الحلقه الجايه هيبقى فيه كلام اكتر عن ازاي هتبقى مينلي بنتكلم عن الناس اللي ما اتفرجتش على الانمي خالص. لو عايز تبدا تتفرج على الانمي هتتفرج على ايه؟ تمام. انت عارف unpopular opinion، انا اللي حبيته اكتر من ديث نوت كود جاس حلو فشخ. ايه لا بس ده في الانمي. هقول لك حاجه. هي الفكره وعايزك تتلخبط بينه وبين ديث نوت، مش عارف هي الفكره مش في كده. الفكره ان هي مش unpopular opinion قوي، عشان الناس اللي اتفرجت على ديث نوت او اللي بدات تتفرج على الانمي وحبت ديث نوت قوي بدات تحاول تدور على حاجه شبهه. انا عملت كده. اتفرجت على حاجه اسمها داركر ذان بلاك وما طلعش شبه ديث نوت. اتفرجت على كود جياس. هربهم بصراحه كان مونستر كان حلو قوي، بس مونستر تقيل شويه على حد لسه داخل يتفرج. دي حقيقه عشان هو حاجه و70 حلقه حاجه. وبعيدا عن كده يعني لحد ما ده كده نتكلم بريفلي عن كل واحد بدا يتفرج على الانمي ازاي. فيعني دلوقتي لو هنتكلم حاليا دلوقتي الحاجات اللي ممكن الناس تبدا تتفرج عليها بما ان الانمي بقى مين ستريم. اوكي. حاجات الشونن اللي عبد الوهاب بيحب يتفرج عليها، دي حاجات بتشد الناس اللي عايزه تتفرج. يا اما قصه حلوه يا اما فايتات لذيذه جدا. فايتات حلوه، انيميشن حلوه. دلوقتي البادجت بقت عاليه فشخ، وبقى في حاجات اصلا ويسترن ميديا بيتعمل لها انمي. حصل. فور اكزامبل سايبر بانك لعبه ديفل ماي كراي عملوا له
كاسلفينيا، بس دي مش انمي، دي انيميشن باي ذا واي. هو انيميشن بس حد ما معمول شويه انمي ستايل، بس هو بالظبط. انيميشن يعني. نتفليكس لسه بقى كده كده في نحسبها عندك animation. التشاينيز انمي ده حوار تاني. ده ليله ده لسه ليلة. نخش فيه بعدين. ف دلوقتي الحاجات اللي ممكن الناس تبدا تتفرج عليها او الانمي عموما بتقسم جانرز. بنتكلم على ميزه الانمي انك انت بتتفرج على حاجه انت مش هتعرف تطبقها في عالم الواقع، مش هتقدر تشوفها اصلا في عالم الواقع. لو اتفرجت على مسلسل سيريز على HBO على نتفليكس او على اي حاجه من الحاجات دي، ايا كان المسلسل جامد فشخ ازاي، في حاجات ممكن ما تلاقيهاش. يعني مثلا الحاجات الغريبه بتاعت السوبر باورز اللي بنشوفها في اي مسلسل من المسلسلات اللي بتنزل ما بتبقاش متطبقه وشكلها حلو زي اللي مثلا بيتعمل في ون بيس، هانتر. لما انا حزقت مره عشان طلعت شاكرا وطلع لي 9 دي هتحزق كلنا تعملها على حاولنا. نفسي من كتر بقول لك الحزق. إيه، انا اول مره خالص جبت يعني لما لبست نظاره وقلت يمكن كنت يطلع عايز البس لي نظاره عشان الحوار بتاع كونان ده ده اللي بتاعته اللي كليك. بيعملها كليك اللي بيعملها، والجزمه برضو كنت دايما قبل ما العب كوره كنت افضل الف البتاع كده من ورا اشوط شوطه تطلع زباله كده. انا كنت فاكر ان انا هعدي بالتسع مراحل لحد ما اوصل على 9 دي فيطلع لي دي الاول وبعد كده لحد ما اوصل للتسعه هتحزق جامد بس وسير والله. حاجه طلعت للاسف. فانا ما اتفرجتش على هو في 3 حاجات طلعوا يعني في 3 ديول. بس عندك كام 5 ولا ايه؟ لا ما اعرفش مره ما عنديش ديول خالص الحمد لله. ليفل 5 بقى. جيمي عادي، جيمي في برضه 8 وصل معايا ل3 وعدل. فيعني ناروتو كان برضو حاجه حلوه. في ناس بعشقه بدأوا بيه بصراحه، كتير فشخ. بعشقه. بدأوا بيه كتير فشخ. عايز اقول سبحان حاجه ان انا ناروتو اول ما شفته على سبيس تون مش بحبه خالص، بشوفه بقلبه يعني. اشوف ناروتو لا مش هقلبه يعني، مش هتفرج عليه. لحد اتفرجت على هانتر عجبني بقى. هانتر حلو. لما اتفرجت بقى على ناروتو بالنسبه لي خلاص اجمل حاجه بالفيلر، ناروتو بالفيلر. اتفرج على الفيلر سكيب الفيلر. أنا جامد فشخ. صعبة. بس لما دخلت بقى اتفرجت على هانتر بعد كده دخلت ناروتو، لا بالنسبه لي جامد حقيقه جامد قوي. هي الفكره كلها في ناروتو او في عموما في الانميز اللي زي ناروتو او ون بيس. ناروتو 700 حلقه عبد ما تعرفش منه. بص لا. اشوف الحاجات اللي زي ديمون سلاير، ديث نوت، اتاك اون تايتنز، مستحيل اشوف اي حاجه ايسيكاي ولا تراكون. احنا بنتكلم في حاجات شونين عادي جدا دلوقتي. يعني بوضح تاكون تايتن حلو جدا. تاكون تايتن تحفه برضه حلو يعني. هو إحنا ممكن تاكون يعني تحفه. ده الراجل اتفرج بيتكلم ان هو كان بيتفرج على هانتر مثلا. هانتر حلاوته البيس بتاعه تحفه. هانتر بس 2011 جمال. لا بكر اتفرج على اتاك اون تايتن. ف 2011 1999 ده كان 1999 حلو بس كان رتم بطيء سيكا بس بصراحه الثيم بتاعه الدارك كنت بحبه كان فشخ. حلو. انا كنت بحبه قوي والنوستالجيا بتاعته جميله. حصل. بس هو انا بص انا ممكن اقعد اتكلم الحلقه كلها عن هانتر عشان ده الانمي ده انا ماي فيفورت بالنسبه لي. 7 مرات اتفرجت عليه. كان في فتره كده انا كنت عديت عامل اتفرجت ritual. على هانتر كام مره مش هتعرف. انا دلوقتي بتفرج على هانتر كنت بتفرج على فريندز بس. كنت ساعات بشغله وانام يعني اتفرج عليه وانا نايم. بيعملوا كده كتير وساعه الاكل. هانتر انا في فتره حد مثلا من حد الجيش اللي هو من 5 سنين مثلا ولا حاجه، من 5 سنين من سنتين لحد الجيش. تخلص جيش انت في الوقت 12 ولا ولحد فتره الجيش كنت بتفرج على هانتر. كنت عامل كل اجازه شتاء في الجامعه اللي هي اجازه نص السنه كنت بتفرج على ارك، وكل اجازه الصيف بتفرج عليه كله من اول لاخر. فانا خلال فتره الجامعه اتفرجت عليه 5 مرات. اتفرجت عليه والله بجد توحد. انا عارف اتفرجت عليه تقريبا يعني اخر مره كان تقريبا من شهر. لا لسه جبته كله مثلا هبداه تاني في 5-6 ايام. مشكله بتبقى قاعد بجد. بتقلب كده في ريلز وتلاقي مره واحده الفايت ريل، ابتدى فايت. اي اوبن اتفرج خلاص انا عايز الحلقات كلها من اولها لاخرها. اكتر ارك عجبك فيه جزيره بصراحه. ده اكتر ارك بعشق. اول مره حد يقول لي الارك ده حلو. كل الناس بتكرهه مش انا عارف بحبه ليه. فشخ. انا حبيته برضه انا بحبه فشخ عشان زيرو. عشان زينهم يا عم زينو زولدك كان اسمه ايه يا جماعه؟ زيرو يا اسطى. كان اسمه زيرو ولا كان اسمه ايه؟ مين الارك بتاع ايه؟ بتاع جزيره. انت شارب ولا ايه يا اسطى؟ عارف الجزيره اللي جريد بيخش آيلاند. جوه لعبه. جريد ايلاند. جريد ايلاند. كنت بتتكلم على مين بقى فيهم؟ على يا اسطى الكوره زينو. كوره. ايوه عرفت. في ايه يا اسطى؟ جيم الفولي ريزر سوري صح. ريزر يعني ريزر كان حلو. انا بعشق بس ريزر ما ظهرش تاني للاسف. ما ظهرش بصراحة تاني بس هو كان قوي فشخ. هو كان قوي شفت الحته لما انا بصراحه
عايز احرق خلاص. جريد ايلاند و يورك سيتي ده المفضل كده ده احلى واحد اصلا بالنسبه لي. لا مش قوي برضو، مش لا عارف، يورك سيتي كان حسيته الريتم بتاعه بطأ ومره واحده خالص مش. خالص على فكره. انا حسيت ده اسرع ريتم فيهم. الريتم البطيء كان بتاع الكايميرا. ده كده كان بتاع كاميرا، كان بطيء، بس الكاميرا كان الفلسفه فيه بصراحه عجبتني فشخ. ما دي الفكره، اصلا البيز بتاعت ان انت تبني اصلا الارك نفسه كانت قويه فشخ. دي الفكره بقى، ان دي ميزه موجوده في الانمي. انا فعلا شايف ان عشان كده احنا بنتكلم ان الانمي مش للاطفال بس، او مش حاجه لازم تبقى كونسيوم باي اليونجر جنريشن. لا عايز اكمل معاك. في حاجات زي فينلاند ساجا، في حاجات زي مانجا مثلا زي فاجابوند، في حاجات بتديك اصلا حاجات سايكولوجيكال او حاجات عموما يعني مونستر سايكولوجيكال بحت بشكل بتimplement حاجات. شخص ما شفتش انمي قبل كده يعني حد I would recommend، وده انمي اوف ذا ويك هيبقى ديث نوت فور ستارترز للناس اللي ما اتفرجتش على انمي خالص. وباذن الله الحلقه اللي جايه هنجيب حد ابيض خالص ما اتفرجش على انمي لما يخلص يتفرج على ديث نوت، وهنقعد مع بعض ونتكلم ونشوف كانترودكشن. هو غالبا ممكن ديث نوت او اتاك اون تايتنز برضه. اتاك اون تايتنز طويل قوي. ما انا عارف انه طويل. ديث نوت 37 حلقه لو حد متعود يتفرج على سيريز، فبالنسبه له الحلقه الواحده بتاعت السيريز بثلاث حلقات انمي، فدي حاجه تبقى خفيفه عليه يعني. هم 10 حلقات عاديين من السيريز. فديث نوت حلو جدا وفور ستارترز هيبقى لطيف. الناس اللي بتتفرج على انمي تمام اوريدي وفي عايزين ريكومنديشن جديده لما تتفرج حاجه من الحاجات اللي بتنزل دلوقتي، ممكن تتفرج على دندن. دندن حلو فشخ تمام. دندن حلو فشخ والله. دندن حلو جدا. اتفرج على كاجو نمبر، الحلقات الجديده قويه فشخ. هنتكلم على فكره، هنبدا نتكلم عن الحلقات الويكلي، بس بعد كده لما نبدا بعد الحلقه ممكن من الحلقه الثالثه نبدا نتكلم على الحاجات اللي بتنزل ويكلي، نخصص لها جزء كده 10 دقائق او 5 دقائق في اول، نتكلم عن الحلقه كانت عامله ازاي من غير سبويلرز، او ممكن نحط سبويلر اليرت تمام. ف ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم مع حد ما اتفرجش على انمي قبل كده يتفرج على ديث نوت. الناس اللي اتفرجت على انمي قبل كده تبدا تتفرج على دندن، وخلاص كده عشان الستورج بتاعت الموبايل خلصت فاتفرج على انمي خلاص الحلقه. يعني بس في سؤال بسيط مضايقني. اكيد اتفرجت على فول ميتال الكيمست؟ اتفرجت على فول ميتال الكيمست على مرتين، لسه مخلصه من قريب كمان تاني. طيب انت خدت بالك انه اتشال من التوب 1؟ ما هو دلوقتي التوب 1 بقى فريرين، وفريرين احلى كمان. لا ما تهزرش، اتفرج على فريرين، اتفرج على فريرين. شكرا على اول حلقه من ساده سوكيتو، عشان الدايركتور ده دفع فلوس في الحلقه فبيزيد